السلام عليكم. يلا النهاردة هنعمل أكلة جميلة من أكلاتنا المصرية القديمة اللي احنا كلنا بنحبها وتعودنا عليها. هنعمل البصارة بكل تفاصيلها. طبق غذائي كامل متكامل، ما شاء الله، فيه كل أنواع الخضار، ما شاء الله، جميل جدا. هنحضر بقى الفول، هننقعه قبلها بساعتين 3، وبعدين نحط مية على النار ونحط الفول فيها قبل حد ما يجي يغلي. هنكون مقطعين بصلتين وسط، نص راس توم مقشرينها او توم مفروم عندنا. هنكون حاطين كوسايه وسط، جزرايه صغيره، بطاطسايه صغيره، وقرن فلفل كوبي. الحاجات دي كلها يعني تديكي طبق غذائي كامل متكامل. وبعدين مش هخلي بالك، مش هتعمل معاكي اي تأثير، بالعكس هتديكي طبق كله فوائد غذائية كاملة، مع طبعا حزمتين كزبرة مع حزمتين بقدونس، ولو حزمة الكزبرة صغيرة هنحط 3 حزم. كده هنقطعوهم ونغسلوهم كلهم ونحضروهم. هنحط بقى الخضار اللي احنا قطعناه كله، وبعدين هنجيب نص الخضرة وهنحطها عليهم في الحلة، وبعد كده هنديهم تقليبة ونغطي على الحلة. هنسيبها تغلي لحد قرب ما تستوي خالص. كده احنا حطيناهم كلهم، حطينا البصل والثوم والجزر والفلفل والكوسة، كل الحاجات اللي احنا قطعناها. كل ده يديكي طبق غذائي كامل ما شاء الله جميل جدا. هنحط بقى دلوقتي بقية الخضرة على اساس ان هي تدينا لون زاهي كده وجميل. وبعدين الخضار اساسا ما بنحبش نسويه قوي علشان ناخد فوائده الغذائية كاملة. كده احنا عملناهم، سيبناه بقى كده خلاص يتسلق يبرد شوية. هنحط بقى، نكون جايبين بصلتين كبار مقطعينهم جوليان، وهنحط بقى حبة زيت كده حلوين، كوباية زيت كده حلوة، ونبتدي نحمر البصل بتاعنا. كده احنا بنحمر البصل كده، اول جزء كده اهو طلعناه. بعد كده هنحط بقية البصل بتاعنا نحمره. هنكون محضرين نص راس توم او راس توم كمان مفرومة نحطها عليه، وهنحط معلقة شطة للي عايز شطة، ومعلقة كمون صغيرة، ومعلقتين كزبرة. هنقلبهم كلهم على بعض. هنطلع تقريبا نصهم او اغلبهم في قلب الطبق عشان الوجه من فوق، واخلي الباقي بالزيت اللي فيه عشان نحطه على البصارة بتاعتنا. كده البصارة بتاعتنا استوت. هنجيب الهاند بلندر او الخلاط زي ما انتوا عايزين، وهنضربها نعمت اهي جميله، وبقت ما شاء الله شكلها جميل. هنحط بقى الملح حسب الرغبه وهنقلبها، وبعدين هنحط عليها معلقه شطه للي عايز شطه، واللي هنحط معلقتين كزبره حلوين كده ونص معلقه كمون، ونديهم تقليبه. وبعدين يكون عندنا بقى الزيت والبصل والثوم اللي احنا كنا محمرينهم ونحطهم عليها. ما شاء الله، ريحة تجنن وطعم تجنن، طبق ولا أروع من كده. واللي وصل معايا لحد دلوقتي وما عملش اشتراك للقناة يشترك عشان يوصله كل جديد، واعملوه وربنا يحسن ما بين ايديكم.